اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم المفروض كان يوصل يوسف سنانة المطار تونس قرطاج اليوم العشية، لكن ما رانا الا اللاعب ما جاش. هل رفض الدعوة وما جاش للمنتخب التونسي؟ شنو هي الاسباب وراء غياب يوسف سنانة؟ تساؤلات عدة حول هذا اللاعب. هل الإدارة فرضت على المدرب سامي الطرابلسي أنه يعيط للاعب هذا، أم سامي الطرابلسي هو المقتنع بوجود يوسف سنانة في المنتخب؟ هذا الكل مش نحكيه فيه في الفيديو، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة، تدعمونا بلايك وتخليوا تعليقاتكم في آخر الفيديو. هات نبداو الفيديو متاعنا بمثل شعبي تونسي اليوم. ثلاثة يرجعوا الذهب بنحاس: اللي باع بلاده ورجع يدور في بلاد الناس، اللي كان برزقه ورجع خماس، اللي قراه حتى عياء ورجع للبلا والفاس. المثل هذا ينطبق على يوسف سنانة كريستيانو تونس، ينطبق عليه تماما، بما انه اللاعب كان برزقه، كان ب 12 مليون 12 مليون تونسي وراه ويدعموا فيه وكانوا يتنبؤوا له بمستقبل باهي من اللي كان في جرجيس عمناول. لكن السيد هذا باع الناس، باع الرزق هذا الكل ومشى يخدم خماس في قطر. كيف كيف باع بلاده ورجع يدور في بلاد الناس، باع الأرض الخضراء، باع تونس ومشى يدور في صحراء. مع كامل احتراماتي القطر. كيف كيف قرا حتى عياء، قرا لين عياء ورجع للبالا والفاس. تنطبق عليه زاد المثل هذا، بما انه تونس اللي كبرت، تونس اللي وصلت، وتونس اللي ردتك راجل. في الاخر مشيت وبعد كل شيء بقدره الله ترجع للبالا والفاس يا يوسف سنانه. الموضوع الأهم من هذا هي تصريحات سامي الطرابلسي مؤخرا، حتى في الندوات الصحفية الأخيرة. سامي الطرابلسي معناش واضح في التصريحات نتاعو. هاو مرة عيط اللاعب ما شافوش يلعب، لاعب مضروب ما نداش وهو يلعب مع الفريق نتاعو. هاو ما يحكيش مع الإدارة، يحكي كان مع زوز من الجامعة التونسية، يحكي كان مع زوز من الناس. كيف كيف عيط اللاعب وما حكاش معاه في التليفون. عدة تساؤلات حول تصريحات سامي طرابلسي. هل فما مشاكل بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم؟ هذا الكل مع الوقت مش نعرفوه إن شاء الله. لك نرجعوا لحكاية شكون اللي عيط ليوسف سنانة. لكن الإدارة عيطت ليوسف سنانة، مالا أنت فاش تعمل يا إمبراطور التدريب في تونس كي الناس تفرض عليك لاعب؟ هذه وحده. والاداره علاش تتدخل في يعني في صلاحيات المدرب؟ الحاجه الثانيه، كان سامي طرابلسي مقتنع بيوسف سنانة، نكمل عليه مثل آخر، نقول له ولدها فوق ظهرها وهي تلوج عليه. بما أنك يا سي سامي طرابلسي عندك ريان اللومي، لاعب ممتاز وممتاز جدا، 18 عام ويسجل في أهداف ويلعب في نيفو 3 4 مرات نيفو الدوري القطري. علاش ما عيطلوش ولا تحب تعيط له الفريق اقل من 19 سنه، وقت اللي هو بينه وبين يوسف سنانة عام ونص؟ تساؤل كبير. سانتوس يحب يلعب في المنتخب التونسي، معناتها برشا لاعبين يحبوا يلعبوا في المنتخب التونسي، لكن السي سامي طرابلسي ما راهمش ويمشي يعيط ليوسف سنانة. بصراحه تساؤل كبير ياسر حول اللاعب هذا. نزيدوا زياده. كوناكتي مضروب وحب يجي المنتخب حتى يلعب حتى 20 دقيقه في المباراه الثانيه. الحاجه الثالثه، الياس العاشوري، سامي طرابلسي في تصريحاته قال اللاعب مضروب وهو يلعب مع الفريق نتاعو. معناتها فما برشا تخلويث. سي سامي طرابلسي كان مش تستبله الشعب التونسي، لان الناس الكل ولا تتفرج في الكوره، والناس الكل تتبع في الاخبار، والناس الكل تشوف في الدوريات وتتبع في اللاعبين اللي يكوروا في تونس. لكن عندك حاجه مع لاعب ولا عندك حاجه احكاها ديريكت. ونطلبوا زاده من الجامعه التونسيه لكره القدم تنزل حتى بلاغ في الصفحه الرسميه نتاعها على الشيء هذا، باش ما نعطوش الحجم اكثر من الحجم نتاعو. الناس كل تحكي على يوسف سنانة، رديناه عنتر زمانه وهو حل السره تلقى الخيط. لاعب عادي جدا، مستواه عادي، يلعب في السريع، حتى كان جاي يلعب في اعلى الترتيب في قطر والله مشات
هو يلعب في فريق السيلية يلعب على الطياح العام على شدور. الجامعة التونسية تهبط بلاغ في الصفحة الرسمية تنشر فيه عدم أسباب ولا ندوة صحفية تقدم فيها أسباب عدم حضور يوسف سنينة. وبصراحة نراها غلطة كان من الإدارة ولا من المدرب. مدرب ما حكاش مع اللاعب، إدارة كيف كيف. معناتها علاش تعيطوا له اللاعب؟ نورمال المدرب الوطني يحكي مع اللاعبين الكل، مش كما قال سامي الطرابلسي لا ما نجمش نحكي مع 30 لاعب. لا يا خويا لازم تحكي مع 30 وكل ذمه 40 تحكي معاهم الكل. شنو ما نحكيش مع اللاعب؟ وزيد لاعب في وضعيه حرجه، معناتها كانت قدمت له دعوه من شهر التالي وما جاش، وصارت اشكاليه والناس كلها حكت عليه، واللي سب واللي عاير وما برش حكايات. نورمالمون تحكي مع اللاعب ولا تخلي الفترة هذه ما تعيشلوش المنتخب، وبشوية بشوية اتصالات وكل شيء. وكان يحب يجي المنتخب مرحبا به، كان ما يحبش يجي يلقى الخير. لكن بالنسبة لي في الوقت الحالي السيد هذا يوليش كريستيانو 10 سنين التالي، رجليه ما عادش يحطها في المنتخب. نقطة ورجع للسطر. تونس ما عادش مش تاخذ على حتى لاعب، وتونس ديما الراية مرفوعة، وإن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله.